ازيكم عاملين ايه؟ شايفين بقى انا جايه لكم بايه النهارده؟ انا مش هفضل كل يوم اقول يا لهوي دي الحاجه غليت، يا لهوي دي الحاجه غليت. المهم يا جماعه يلا كده نعمل الحاجات اللي نقدر نعملها مثلا في البيت، مفيش اي مشكله. والحاجات اللي مش هنقدر نعملها مثلا او بالنسبه لنا تكلفتها هتبقى عاليه، يعني نحاول مثلا نقلل منها او ما نشتريهاش، او لو ضرورية قوي يعني نشتريها بكمية معقولة. انا هعمل معاكم النهاردة بقسماط اللي بنجيبه من الفرن. الكمية اللي انا عاملاها معاكم ديت اللهم بارك بكوبايتين دقيق بس، ولا اكتر ولا اقل. وهتشوفوا دلوقتي كده حاجة سهلة وبسيطة. المهم ما تنسونيش بس في اللايك والشير والسبسكرايب، ولو اول مرة انتي بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة. يا ست الكل يا قمر انتي. اول حاجه كده هحط كوبايتين دقيق. طبعا هنخلهم كده نخله كويسه. طب انا هعملهم في الكبه ليه؟ هعملهم في الكبه عشان كان يعني الكبه فيها عندي اللي هو السلاح بتاع العجن، اللي هي البلاستيك مش اللي فيه السكينه. لو ما عندكيش كبه اعجني عادي بايدك، ده هم كوبايتين دقيق ولا اكتر ولا اقل. عايزه تضاعفي الكميه مثلا 4 كوبايات دقيق، هتضاعفي المقادير التانية اللي احنا هنحطها. انا كده كوبايتين الدقيق حطيت لهم ربع كوبايه زيت ونص كوبايه ميه دافيه. ربع كوبايه زيت ونص كوبايه ميه دافيه. معلقتين سكر، ويعني اقل من ربع معلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر، ومعلقتين خميره فوريه. يبقى المقادير تاني: كوبايتين دقيق عليهم ربع كوبايه زيت ونص كوبايه ميه، معلقتين سكر، معلقه بيكنج باودر، معلقتين خميره، ورشه ملح صغيره. وكل دوت هنحطه على بعضه، يعني مفيش ترتيب للمكونات ولا اي حاجه. ونشغل بقى عليهم ايه العجان كده زي ما انا هعمل، او لو انت هتعجني بايدك حطي المكونات كلها على بعض وابدأي في العجن. المهم يا جماعة بيتك كله يتملي خير بايدك، ويعني ما تصعبيش الدنيا على نفسك. اهم حاجة بس ان احنا يعني نحمد ربنا ونبقى متأكدين ان في ناس يعني اقل مننا، فالحمد لله على نعمة ربنا اللي عندنا. اهم حاجة ما ننساش الصدقة، لاني يعني ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. فالصدقة ديت يعني ربنا اللي يعلم فوائدها، يعني واكيد اللي مجربها حاسس بفضل ونعمة ربنا عليه منها. عايزه اقول لكم بقى كده ان انا هديها كمان ضربتين 3 لحد بقى ما العجينه تنعم معايا خالص. اول ما العجينه بتاعتك تبدا تمط معاكي كده وتحسي ان هي بقت عامله زي اللبانه وما بتلزقش في ايدك ولا اي حاجه، خلاص العجينه بتاعتك كده بقت فل وتمام. اللهم بارك. شايفين العجينه حلوه ازاي؟ عايزه اقول لكم ان الكميه قليله وكل حاجه، بس انا قررت ان انا اعمله يعني طازه بطازه. لما تخلص يعني الحبه اللي انا عاملاهم دول هعمل غيرهم. خلاص بقى ايه، خلصت كده العجينه بتاعتي. هسيبها تخمر في قلب الكبه زي ما هي. وبصوا يعني هتطلع عجينه اللهم بارك حلوه جدا جدا جدا. نلم بقى الحاجات بتاعتنا، ما خدش مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. شايفين العجينه كل ما بتتعجن بتمط معانا وبتستريح ازاي؟ اللهم بارك. باين على شكلها هي قد ايه ملسه وناعمه كده وجميله. هحطها هنا بقى وهغطيها كده بحاجه يعني لحد ما تخمر معايا. مسحت الرخامه بتاعتي والعجينه بتاعتي خمرت اهيت، وابدا اشكل البقسماط بتاعي. اول حاجه كده عايزه اقطعه يعني لقطع متساويه علشان خاطر يعني شكل البقسماطه يجي معايا حلو، او كلهم يطلعوا مقاس واحد. هنلزق السمسم ازاي؟ السمسم يا جماعه لازما يترش عليه ميه علشان خاطر يثبت على البقسماط. هتشوفوا دلوقتي الخطوه اللي انا هعملها معاكم دي، بس بعد ما اقطع العجين كده واغطيه عشان خاطر ما ينشفش مني. لو حطيت السمسم على البقسماط رشيته كده من فوق مش هيمسك عليه. لما تيجي تطلعيه البقسماط بتاعك من الصينيه هتلاقيه ان هو السمسم بيقع منه. لكن لما تدي رشة المية وتلزقي عليها البقسماطة كده اللهم بارك بتفضل لازقة عليه وبيطلع طعمها حلو جدا. غطيت بقى كده العجينة بتاعتي في فوطة نظيفة، واحط حبة مية على السمسم ونشوف بقى هنشكله ازاي. طبعا عملنا حبة مدورين كده عشان عم يونس يعني اللي هو حاجة يعني يتسلى فيها كده او يساعدني بيها علشان خاطر ياكله. وكمان عملت بقى البقسماط الطويل بتاعنا. اللهم بارك. الكمية اللي معايا ديت من كوبايتين دقيق عملت معايا كمية حلوة جدا جدا.
هنبدأ بقى نشكل كده. اول حاجة هنفرد العجينة بتاعتنا. يونس اهو ماسك حتة عجينة بيلعب بيها، شايفين ايديه الصغننة الجميلة دي؟ هنعمله معاملة الفينو بالظبط. نبدأ بقى ان احنا نبرمه كده، وما نحاولش ان احنا يا جماعة نتخن الصباع قوي عشان خاطر لسه كمان هينفش معانا يعني في الفرن شوية. نبطط العجينة بتاعتنا كده، وبعد كده نروح برمينها على بعضيها ونحطه في السمسم. شفتوا بقى تركة المية اللي في السمسم ديت؟ يعني بتخليه يمسك على البقسماط كده، عشان خاطر بقى نتجنب مثلا ان احنا ندهن لبن او ندهن بيض او ندهن مية والرش بعد كده. لا، هو دي كده صراحة يعني اسهل واسرع. اخلص بقى الكمية كلها اللي معايا كده، واشكل كمان معاكم اللي هو المدور، وندخلهم الفرن. بس بعد ما هشكلهم كده هسيبهم يعني حوالي مثلا ربع ساعة العجينة بتاعتي ترتاح تاني بعد ما شكلتها، وهروح مدخلاها الفرن على درجة حرارة 180، وهكون مشغلاه. يعني اول ما ابدا ان انا اشتغل في البقسماط كده اشغل الفرن عشان خاطر الفرن بتاعي يسخن. هنا طبعا اللي هو المدور نمسكها كده، يعني نبرمها برمة كبيرة طويلة ونلفها على بعضها. سهلة جدا جدا، ما فيهاش اي حاجة، يعني ما فيهاش اي افتكاسة بمعنى اصح. اخلص بقى الكمية اللي معايا ديت، وعايزة اقول لكم بقى انا بجهز لكم فيديو حلو كده، يعني بقسماط يبقى نعمل جبنة كريمي كده ناكلها بيه، نعمل يعني هنعمل حاجات حلوة. لا مش عايزة احرق لكم صراحة اللي انا هعمله معاكم الايام اللي جاية، بس والله وصفات سهلة واقتصادية جدا جدا في البيت يعني، وبيتك كله هيبقى مليان خير بإذن الله. بس زي ما قلتلك ما تنسيش انك تتصدقي وتطعمي. اطعام الطعام برضو يا جماعة، حتى لو بطبق من اكلك، يعني ربنا اللي يعلم فوائده قد ايه. هنا كده كان البقسماط بتاعي خلاص استوى، بياخد حوالي من ربع لتلت ساعة في الفرن، ما بياخدش وقت كتير ولا اي حاجة. وخلي بالك عشان هو بيتلسع على طول، انا ما تلسعش مني، انا بحب الحاجة متحمصة شوية زي ما قلت لكم. يعني انا بالنسبة لي الصينية دي حلوة، التانية لا دخلتها الفرن تاني. فاكرين ساعة الكحك والبسكوت برضو لما كنت بوريكم السوا ووريكم ان انا بحبه مستوي زيادة شوية؟ انا برضو في البقسماط بحبه عامة مستوي شوية، البقسماط والفينو اللي هو يعني بحبه ان هو يكون واخد لون. شايفين بقى الكمية حلوة معايا اهيت. هنا كده كنت صليت العشاء ويعني طلعته من الفرن، سيبته يهدى شوية وطلعته من الصينية على طول معاكو في قلب الطبق. بصوا بقى شكله وجماله ولونه وطعمه بجد كان ولا ريحة البيت. والله ريحة البيت حلوة جدا. ممكن لو عايزة تضيفي له معلقة لبن بودرة مفيش اي مشكلة. ممكن لو عايزة تحطي عليه مثلا نص معلقة فانيليا برضو مفيش مشكلة. انا كده عملت بقى البقسماط بتاعي، عشان انا كل يوم لازم اشتري بسكوت عشان خاطر لما نصحى الصبح نفطر بيه بالشاي بلبن. اعملوا لايك لماما. اعملوا لايك زي ما يونس قال، وجربوا وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة. مستنياكم.